سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أسأل الله جل وعلا أن ننتفع وإياكم بهذه السلسلة من الطريق إلى الجنة، ولا زلنا في بيان وسائل والأبواب التي بها يستطيع العبد أن يصل إلى هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. وذكرنا في الحلقة الماضية أن أهل الجنة يدخلون إن كانوا صالحين جميعا، هم وأزواجهم وذرياتهم وآباؤهم وأقرباؤهم وأصدقاؤهم يدخلون إلى الجنة. وأهل الجنة يدخلون إلى الجنة زمرا، أي مجموعات وليسوا فرادا، كما قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. بل ذكرنا في الحلقة الماضية أن أهل الجنة إذا تجمعوا في الجنة فإنهم يتذاكرون ماذا؟ يتذاكرون الدنيا وما حصل فيها، يتذاكرون يوم أن كانوا يقومون الليل، يتذاكرون قيام رمضان وصيامه، يتذاكرون ذهابهم إلى الحج ووقوفهم على عرفة، يتذاكرون سعيهم بين الصفا والمروة، يتذكرون جهادهم، يتذكرون حلقة الذكر التي كانوا يجلسونها في الدنيا، يتذكرون يوم أن كانوا يقرؤون القرآن الكريم ويحفظونه ويتدارسونه بينهم، كما قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا بهم يتذاكرون، تذكرون يوم أن كنا نذهب إلى المساجد، يوم كنا نذهب لقيام الليل ولا نرجع إلا قبيل الفجر، تذكرون لما كنا نذهب إلى العمرة ونحن نطوف بالبيت نبكي ونخشع لله عز وجل. الآن من الله علينا، الآن جازانا الله عز وجل بهذه الجنان. ألا يتمنى الواحد منا ويرجو ربه أن يجتمع هذا الاجتماع مع أولاده، مع أحبابه، مع أقربائه، وهو جالس ربما عند الأشجار، وربما تحت أو عند الأنهار أو على ضفافها، ربما وهو جالس في القصر. تخيلوا وتصوروا، يأتيهم وهم جالسون وهم ربما متكئون على الأرائك، ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدثون ويتسامرون، يأتيهم الخدم بأي شيء يأتونهم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ألا نرجو هذه البشرى من الله عز وجل. هذا الأمر يحتاج إلى عمل. من أبواب وطرق الوصول إلى الجنة أن تحرص وأن نحرص يا عباد الله عز وجل على تربية أولادنا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله أو ابتلاه الله بهؤلاء البنات، أي أعطاه الله عز وجل بنات فأحسن تربيتهن وتأديبهن، كن له حجابا من النار. لما خص النبي عليه الصلاة والسلام البنات؟ لأن العادة الجاهلية كان الناس يتأففون إذا رزق أحدهم بالبنت، فأخبر النبي أن البنت سبب لدخول الجنة، فهي نعمة عظيمة، فليطلب كل واحد منا أن يرزقه الله عز وجل البنات، فهم باب من أبواب دخول الجنة. بل إن تربية الأولاد عموما باب عظيم من أبواب دخول الجنة.
ولهذا الرب جل وعلا أوصانا أن نحرص على أنفسنا في النجاة من النار، وكذلك نحرص على أهلينا وأولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا عبد الله فكر، وقود هذه النار ماذا؟ الناس. ألا تخاف على أولادك؟ ألا تخاف على بناتك؟ ألا تخاف على أهل بيتك؟ أنا أعرف بعض الناس، الله أكبر، ابنه عمره 7 يحفظ الآن أجزاء من القرآن، بل نعرف ونسمع ونقرأ في الجرائد عن أطفال ما تجاوزوا 6 من العمر و7 وقد ختموا القرآن كله حفظا. الله، ألا تتمنى يا أمة الله أن ابنك قبل أن يدخل المتوسط يحفظون القرآن كاملا؟ إن القرآن ليس فقط من حفظه فقط يحفظ بعض الأجزاء من القرآن، بل يعطي الولد أدبا وسعة لغة وأخلاق ودين وعفة وحفظ من الله عز وجل. القضية ليست فقط حفظ قرآن، بل الله عز وجل يحفظ الابن بحفظه للقرآن، بل ربما يشفع لوالديه يوم القيامة. ولهذا أنا أسمع عن بعض الناس ليسوا بعرب. هذا رجل من بنغلاديش أرسل ابنه لحفظ القرآن، وعندهم مدرسة 3 سنوات يتخرج الطالب حافظا للقرآن، يعني كل سنة 10 أجزاء. ابنه خرج بعد 6 شهور، خرج من المدرسة ما أكمل. فقال له أبوه: يا بني، لما لم تكمل حفظ القرآن؟ لما خرجت بعد 6 شهور فقط؟ قال: يا أبي، وهؤلاء ليسوا بعرب، يعني الأمر حفظ القرآن عليهم صعب. قال: يا أبي لقد ختمت القرآن كله حفظا ب6 شهور، لقد ختمت القرآن كاملا. وأعرف قصة على النقيض في إحدى الدول العربية للأسف. هذا رجل كان ابنه يدخل في حلقات القرآن في المسجد القريب من بيته، وكان الأب لا يصلي، فلما علم أن ابنه قد دخل في حلقات القرآن غضب ورفع صوته على ابنه، قال: من اليوم لا تلتحق بهذه الحلقات. قال: يا أبي، أريد أن أحفظ القرآن والولد صغير. قال: إذن من اليوم حتى الصلاة ما في صلاة، ما تذهب إلى المسجد. ومنعه من الخروج من البيت، وكان يغريه ببعض المال، ولما كبر شيئا قليلا أغراه حتى بالسيارة: خذ السيارة، خذ الأموال، اذهب إلى أي مكان تريد إلا المسجد، فإني أحرم عليك هذا. الأب الفاسد أراد أن يفسد ابنه. مرت الأيام، مرت السنون، جاء يوم من الأيام الابن وقع في المخدرات، بدأ يتعاطى، بدأ يخرج من البيت، يهرب، يسرق الأموال. أبوه لما أراد أن يمنعه أخذ يضرب أباه وأمه. كبر أبوه بالسن، صلى يوم من الأيام في المسجد القريب، جاء إلى المحفظ. يقول المحفظ، هو يروي القصة، يقول: جاءني رجل كبير عيناه حمراء لعلها من البكاء. يقول: فسلم عليه، قال: عرفتني؟ قال: لا ما أعرفك. قال: أنا أبو فلان الفلاني، تذكر الطالب الصغير قبل سنوات كان يحفظ عندكم؟ قال: نعم تذكرت، وكان يأتيني أحيانا ويبكي ويقول لي إن أبي يمنعني عن حفظ القرآن والمواصلة معكم. قال: نعم أنا أبوه. يقول: فقلت له: ماذا تريد الآن؟ قال: ابني قد فسد، ابني دخل السجن قبل فترة، الآن خرج، رجع إلى المخدرات مرة ثانية. يقول: ابني الآن بدأ يضربني ويضرب أمه ويسرق أموالنا، ابني لا أستطيع السيطرة عليه. قال المحفظ للأب: ماذا تريد الآن؟ قال: أسألكم بالله أن تأخذوه معكم مرة أخرى. الآن أيها الأب، الآن فكرت في ابنك بعد أن كبر. مشى الطاووس يوما باختيال، فقلد شكل مشيته بنوه. قال: على ما تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولهذا سن النبي أن يتنفل الإنسان النافلة في البيت. لما؟ حتى يراه أولاده، تراه بناته، يراه أهل بيته. النافلة أفضل النافلة في البيت. فإذا أكثر الإنسان من الصلاة في البيت، من قراءة القرآن، أولاده يقلدونه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا الأب إن كان صالحا يحفظ الله عز وجل أولاده ولو بعد موته، وإن كان فاسدا فإن الأولاد يضيعون. وهذه قصة لأب للأسف أفسد بناته وأفسد أولاده.
وضع لهم سائق وخادمات، وكل ما تريدون من الفضائيات، أي قناة تريدونها آتيكم بها. القنوات المسموحة والممنوعة، مئات القنوات جعلها في البيت، الفضائيات لا يبالي، لا يهتم، هذه أموال اذهبوا إلى أي مكان تريدون، أنا أعطيكم الحرية حتى لا تصابوا بالتعقد والتزمت والتخلف. افعلوا ما تريدون واصنعوا ما تشاءون، لا رقيب ولا حسيب. يوم من الأيام اتصلوا على هذا الأب التاجر، هذا الرجل الثري، قالوا له أنت فلان؟ قال نعم. قال نريدك في المخفر. أنا في المخفر؟ أنا ما صنعت شيئا، ما عندي مشكلة قانونية. قالوا تعال إلينا. يقولون فلما ذهب إلى المخفر فإذا به أدخلت عليه ابنته الشابة، ابنته المراهقة في المخفر. نظر إليها وهي تبكي، عانقها، قال يا بني ما لك تبكين؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال الضابط اجلس اجلس. فلما جلس قال هذه ابنتك؟ قال نعم. قال فأخرجت البنت، قال للأسف لقد وجدناها في إحدى الشقق للفساد والعهر والدعارة. قال ابنتي؟ مستحيل، ابنتي ما تصنع شيئا من هذا. ذهب الأب وهو يبكي، جلس مع ابنته فقالت له يا أبي نعم وقعت بالحرام. قال لما يا بني؟ أعطيتك كل شيء، لما صنعت هذا؟ لما فعلت هذا؟ قالت يا أبي أنت السبب، يا أبت أنت السبب، أنت الذي أوصلتني إلى هذه الحال. ولسان حالها يقول كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجد الملام، عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغضي الطرف بالألم احتشام. أنا العذراء يا أبتاه أمست، على الأرجاس يبصرها الكرام. أبي من ذا سيغضي الطرف عذرا، وفي الأحشاء يختلج الحرام. أبي من ذا سيقبلني فتاة، لها في أعين الناس اتهام. زرعت بدارنا أطباق فسق، جناها يا أبي سم وسام. نرى قصص الغرام فيحتوينا، مثار النفس ما هذا الغرام. نرى الإغراء راقصة وكأسا، وعهرا يرتقي عنه الكلام. كأنك قد جلبت لنا بغيا، تراودنا إذا هجع النيام. فلو للصخر يا أبتاه قلب، لثار فكيف يا أبت الأنام. تخاصمني على أنقاض طهري، وفيك اليوم لو تدري الخصام. أبي حطمتني وأتيت تبكي، على الأنقاض ما هذا الحطام. ألا تريد يا أختي، يا أخي الفاضل، يا أختي الفاضلة، ألا نريد أولادا صالحين إذا كبر الواحد منا سهر على راحتنا، يردد قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. ألا نريد بعد وفاتنا ابنا صالحا يدعو لنا في السجود في آخر الليل، بنتا صالحة عفيفة تدعو لنا. وكل عمل ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ألا نريد هذا؟ إذن فلنسرع حتى يجمعنا الله عز وجل بآبائنا وذرياتنا وأزواجنا، فلنسرع إلى إصلاحهم، إلى نشأتهم، إنشائهم نشأة طيبة وعلى تربية صالحة. على الله عز وجل أن يجمعنا بأبنائنا وأهلينا وذرياتنا في جنة عرضها السماوات والأرض، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في دار مستقر رحمته ودار المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.